السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ حبيت اشارككم النهاردة يومي في المطبخ. ولو فتحتي الفيديو ما تنسيش تشتركي في القناة واعملي لي لايك واضغطي على زر الجرس. هنا بقى معايا كيلو من الشيش طاووق ومقطعاه زي ما انتم شايفين، وكنت غسلاه كويس. يلا بقى بينا نعمل التتبيلة. هنا معايا بولة، معايا كوباية من الزبادي. هننزل بالبهارات بتاعتنا: فلفل اسمر وملح وقرفة وجنزبيل وبابريكا. وبعدين هننزل بالدبس الرمان، هنحط معلقة كبيرة من الدبس الرمان ومعلقة كبيرة من الصويا صوص ومعلقة كبيرة من المستردة، وهنقلبهم. وهننزل معاه معلقة من البهارات بتاعة الشيش طاووق، هنقلبهم كويس لحد ما كل المواد تدخل في بعضها. وبعد كده نحط ربع كوباية من الزيت، قلبناهم كويس. هنعصر في الاخر عصرة الليمونة وهنقلبهم. هنا خلاص كنت طبعا تتبيلة جاهزة معايا. نزلت بالشيش طاووق وهنقلب كويس لحد ما كل الفراخ تبقى كلها شربت من التتبيلة. وتابعوا معايا الفيديو للاخر، الطريقة دي هتبقى مختلفة عن الشيش طاووق اللي احنا اصلا بنعمله. هنا بقى كنت خلاص جبت فويل وهحطه كده في النص، وكنت مجهزة فحمية على البوتاجاز. وهنزل بمعلقة كبيرة، هننزل بالفويل معلقة كبيرة من الزيت. كده نزلنا معلقة من الزيت وهننزل بالفحمية. انا بحب اوي الطريقة ديت، بحب احط الفحمية نية بحيث ان انا احس بطعم اصلا الفحم. هنا بقى معايا شيش طاووق بعد ما سبته في التتبيله 5 ساعات. كنت حاطه في التتبيله 5 ساعات. كنت بقى مقطعه فلفل مكعبات وطماطم مكعبات وبصل مقطعاه مكعبات، وهقلبهم طبعا في بعض. انا بفضل الطريقه ديت بالنسبه لي، لان انا معايا اطفال، فطبعا هم عشان اكلهم خضار ما قداميش غير الطريقه دي. لما بعمل شيش طاووق ابو سيخ فطبعا بيشتالوا الفراخ ياكلوها وبيسيبوا الخضار فما بياكلوهوش. فانا بفضل الطريقه دي بصراحه، بالنسبه لي بتبقى مريحاني. بدور على اي حاجه ان هم يحاولوا ان هم ياكلوا. كده خلاص انا حطيته فديته في السيرفيس البيركس. وكده خلاص. انا هنا بقى خلاص انا خلصته. هجيب ورقه فويل وهلفه وادخله الفرن على درجه حراره 200 في الرف الوسطاني. تعالوا بقى معايا بوله فيها كيلو ونص من الستريبس، وطبعا كنت غسلاه كويس ومقطعه شرايح بالشكل اللي انتوا شايفينه. كنت حاطه من الشفاه خالص. جبت كاتشب وهحط 3 معالق من الكاتشب. وهقلبهم كده شويه. وبعدين هاجي عند البهارات بقى. عندي بهارات جنزبيل وفلفل اسمر وبابريكا وتوم بودر بصل بودر. ومعايا 2 مرقة من الدجاج. هجيب بولة واحط فيهم المرقة وهنزل فيهم كل البهارات. وطبعا هقلبهم كلهم لان طبعا البهارات مش هفضيها كلها، انا هحط منها بس معلقتين في قلب التتبيلة. فطبعا كده خلاص انا قلبتهم كلهم كويس وكلهم قلبوا مع بعض. كده خلاص. هنزل بقى بالمعلقتين بس من البهارات على الستريبس، وهفضل اقلبهم بقى كويس جدا لحد ما كل البهارات تشرب من التتبيله. خلاص بقى كده الفراخ بدأت خلاص تدخل خلاص في الخلطة. وطبعا الفراخ معايا ناشفة عشان انا كنت منشفاها عشان ما تنزلش مية. لو هي مش ناشفة هتنزل مية. طبعا كده خلاص خلصتها وجبت ستريتش راب وهسيبه في التتبيلة يعني. انا سبته 5 ساعات في التتبيلة. انت ممكن قبلها بيوم او قبلها بساعتين لو انت مستعجلة. على حسب انت عاوزة ايه يعني. هنجيب بولة عشان نعمل خلطة الستريبس: كوباية من الدقيق، 3 معالق من النشا، معلقة من البيكنج باودر، نص كوباية من الحليب. وهنقلبهم عشان عايزين قوام العجينة دي تكون نفس قوام البانكيك. هنجيب بقى البهارات اللي احنا كنا عاملينها وهنحط معلقة وهنقلب. هنا خلاص القوام معايا بقى نفس البانكيك ده، القوام اللي انا عايزاه للخلطة بتاعت الستريبس. هنا بقى تعالوا نعمل الكفر بتاع الستريبس الاخير. كوبايتين من الدقيق، نص كوبايه من النشا، معلقه من البيكنج باودر. هنحط 3 معالق من الخلطه بتاعتنا. كوبايتين من خلطه الكنتاكي. حطينا كوبايتين وقلبناهم كويس.
هنا خلاص بقى معايا الخلطة اللي بالدقيق، والخلطة بتاعة الكوفر بتاعة التغطية، وهنجيب الستريبس، نحط الستريبس في خلطة الدقيق، وبعدين نطلعه ونحطه في خلطة بقى التغطية الأخيرة. هنفضل بقى نعمل نفس الحركة لحد ما نوصل نخلص بقية الكمية كلها. هنا ده شكل الستريبس. هنا بقى النور كان قاطع، بس انا مش هسكت طبعا، هنعمل رز الطباخ. كنت حاطه حله سخنه على النار، وحاطه فيها زيت، ونزلت عليها ب3 كوبايات من الرز. طبعا كنت غسلاهم ومصفياهم كويس. هفضل اقلب الرز لحد طبعا ما لونه بيغير معايا، لون بيبقى اللون الذهبي. بفضل اقلب بقى الرز معايا كده خلاص. بعد ما فضلت اقلب فيه كتير شويه حلوين يعني، نزلت هنا بلسان العصفور، هفضل اقلب بقى لسان العصفور برضو. هو مشكلة بس الرز ده ان احنا بنفضل نقلب لحد ما اللون يغير معانا. طبعا بنفضل ايدنا بنقلب يعني علشان ما يتحرقش مننا ولا حاجة. كده خلاص خلصنا لسان العصفور. هننزل بالشعرية، 3 كوبايات برضو من الشعرية. طبعا انتي بتعملي الكمية المناسبة معاكي والكمية اللي تريحك يعني. انا دي الكمية دي كانت مناسبة معايا. هننزل بقى خلاص عليهم. كنت مجهزة شوربة وحاطة فيها بهارات فراخ وفلفل اسمر وملح وكاري. وكنت بقى حطيت لومي وزعفران. حطيتهم بقى مع الرز، ونزلت بحبة مية. وكده خلاص الرز خلاص اسيبه يرتاح. كده خلاص الرز بعد ما سبته يرتاح خلاص، كان خلاص الرز استوى وخلاص خلص. وبصراحة كانت ريحته حلوة وكان طعمه جميل. واتمنى ان انتوا تجربوا لانه هو فعلا حلو قوي. آه كنت حاطة طاسة على النار فيها زيت غزير، وطبعا حطيت الستريبس يتقلى. مش بقلبه غير لما بيبقى يغير لونه. هنا خلاص ده بقى شيش طاووق، وبصراحة ريحته كانت حلوة اوي، شكله كان قمر. هنا بقى الستريبس وجماله كان جميل قوي قوي، وابيض من جوه وحلو قوي قوي بصراحة. يا جماعة احنا نفتح والله مطعم في البيت. جربوها بصراحة، هي حلوة قوي وهي تستاهل بصراحة.